الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الحكومات فقط. لا شك أن حكومات العالم الإسلامي عليها أن تقوم بما يناسب الحال. نعم. لكن من الأمور الهامة أن يحس كل مسلم قادر على أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يرتب شرا ولا يحدث بلاء وفتنة، أن يقوم بذلك. الجهاد الذي هو أشرف مقامات التطوع، الجهاد في سبيل الله هو أشرف مقامات التطوع، الأعمال التطوعية أي نوافل العبادات، لم يكن بالقتال فقط. نعم. هو بالقتال أو بالمال أو بالكلام أو بالقلم، كل ما كان العمل أنكى في العدو وكل ما كان أكثر نفعا وأمضى سلاحا. الاقتصاد العالمي الآن أو الاستقرار للدول مرتبط بمكانتها الاقتصادية. نعم. كل مسلم يشتغل في الاستيراد وترويج الأموال المصنعة أو غير المصنعة كالنباتية، هو يستطيع أن يضايق الدولة التي تضايق المسلمين. ومن ذلك اجتناب الاستيراد. جيد. لا سيما والاستيراد لم يكن المسلمون محصورين مقهورين لا يستوردون إلا من بلد كذا وكذا. الدنيا مليئة، والبلاد الإسلامية أيضا وحدها قادرة على أن تسد حاجات كثير من بلاد الإسلام عن الاحتياج إلى غيرهم. وقصدي من هذا أن التجار ولو لم تنشط حكوماتهم في العالم الإسلامي أجمع، نعم، ينبغي أن يكون لهم أثر في مثل هذه المواقف ليحسب لهم حساب. الأمة الإسلامية تقدر ب1,000 مليون و200 مليون تقريبا، وهذا العدد الهائل له أثره على أي دولة يريد أن يتعامل معها، إما معاملة الند وإلا معاملة المستكفي بغيرها عنها. وقد بلغني أن بعض التجار صارت له وقفات حازمة في العدول عن الاستيراد من هذه الدولة، وأنا أبشر هؤلاء بأنهم لن يفوتهم شيء، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته، كما جاء في الحديث الصحيح. وكل إنسان قادر أن يجاهد، ليس بالسيف وآلات الحرب، ولكن بلسانه وبسلوكه وبتجارته، ويتعامل مع الأصدقاء ويتعامل قبلهم مع الأولياء. هو لا حرج أن المسلم يشتري من غير المسلم من الكافر، نعم، لكن في بعض الأحوال والظروف ينبغي أن يغلب الانتصار للإسلام وحماية ما يجب حمايته على كل مسلم.